هل السوشيال ميديا بزنس أو متعة؟ اصلا اي شغل ده تبداه تاخد فكره القروش اولا، انت الصراحه ما تنجح الا براك والله، لانه البتاع ده ظابط شديد. يا سلام يا اخي. أغيري. لكن فوق ال 35 بتحضر انمي صراحه، شوف لك يعني. معظم الناس عرفوني لما كنت قاعد في معايا الحلقة. بنت الناس السلام عليكم خبر صح وانا جادي. انتهى الموضوع. في الميديا السودانية ما في ناس كتار بيعملوا حاجات مختلفة. الصراحه انا عايز بت بس. بس دي مواصفاتي. حياتي في السوشيال ميديا نفس حياتي في الحقيقة، نفس الشخصية، نفس الزول، نفس الضحك، نفس أي شيء. لما ألقى ناس مثلا يعني زي مستوهميني بمشي أقعد معاهم، الله قال لي كده يا وهم طالع، جيت قعدت معاه في كيف الجو تمام؟ جيت قعدت معاهم أخبار شنو يا شباب، والله يا أخ وهم يا أمور شنو، والله تقول شنو ذاك العيش وبتاع، تونست معاه لما راس سخن رجع حكني راسه زي شربني قهوة بحساب على حسابك. الله. نفسي يعني تعمل له تحدي أقوى أو عقاب أقوى. راح اخش الجولة، الله اله الا الله محمد رسول الله. اذا الناس دي لا تخليها اتكلم بحكمه، اظهر حكيم قدام الناس كده. شنو الفرق بين حفة وحذيفة؟ اوه اكتبوا لي يعني اكتر حته عجبتكم وين في البودكاست، ولو عجبكم انا هعمل بودكاست براي واسميه مسخن بارت 2 واسرق الفكره.